السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. عاملين ايه؟ انا لسه جايه من مشوار سلق. رحت الخنكة في سوق كده كبير كله جزارين. رحت جبت بقى ايه، كوارع وكرشة وممبار وراس خروف. جبت شوية حاجات كده للعيد. كل سنة وانتم طيبين. طبعا الاسعار غالية جدا، غالية جدا جدا. آه، هوريكم كده، هقول لكم الاسعار وهوريكم انا جبت ايه، وهقول لكم الاماكن اللي انا جبت منها. وفي نفس الوقت هعمل فيديو تاني هنضف الحاجه دي معاكم، كل حاجه معاكم، مش هعمل حاجه من وراكم. تعالوا نشوف بقى جبنا ايه مع بعض. اللهم صل على النبي. جبت لي النهارده، هعمله النهارده. جبت نص كيلو كبده جملي. الكبده الجملي مفيده جدا يا جماعه. في ناس ما بتحبهاش، انا عارفه، عشان ايه؟ بتقرش. ما تسويهاش قوي، هي مش هتبقى جامده معاكم. جبت نص كيلو كبده جملي زي ما انتم شايفينها كده، ومعاها انا بحب القلوب، ده قلب، ودي الكبده. الكبده الجملي بتبقى غامقه شويه عن الكبده العجالي. كان عنده العجالي الاثنين عنده ب 280 جنيه. بس مش قادره اقول لكم المحل ده زحمه موت. ساعه يعني، انا نص الوقت راح في شراء الكبده. وجبت نص كيلو ممبار. جبت نص كيلو ممبار عجالي. انا ما بحبش الجملي بقى في الممبار والكرشه والحاجات دي. عين المكان اكتريت الحاجه اللي فيه جملي، فانا بحب لا بياخدوا سوا والممبار بيبقى ناشف. جبت نص كيلو ممبار. برضو انا ما بحبش الحاجات دي اجيبها متنضفه، انا بحب انضفها على ايدي، ولا احب الكرشه متنضفه ولا احب الممبار متنضف. بنضفه زي ما امي كانت معلماني، اقلبه وانضفه واعمله بالخل والليمون. برضو ايه، هنضفه معاكم. جبت نص كيلو. الكرع غاليه جدا يعني. الرجل الناشفه ب 200 جنيه. دي الرجل القدامانيه المليانه يعني، لا مليانه وحلوه. دي بقى بيخليها جوه لما بتعوزي بيطلع لك. عايزه اجيب لك حته، بصوا بصوا مليانه ازاي. الكارع دي انا جبتها ب 250 بعد 270. ب 250 بعد 270. بس عشان انا دول الحاجات اللي هياكلوا منها عيالي وجوزي. الحاجات التانية دي انا واخواتي. اعملها كده ولم اخواتي ايه في يوم ونقعد ناكلها سوا. وجبت ليا ولاختي، بس انا وديت لها حاجتها. جبت راس خروف. راس خروف كامله. بكام؟ كانت ب 120. خدتها منه ب 90 جنيه. بس هي حلوه كبيره، حتى المخ بتاعها وكله. هفتح معاكم كده واوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله اجمعين. ده المخ بتاع الخروف. ده المخ، ده مصطفى هيعمله ياكله النهارده. انا ما باكلش الحاجات دي، ما باكلش المخ. دي الراس بقى، ما شاء الله. بصوا شايفينها عامله ازاي. برده هنضفها معاكم واصلخ اللسان بتاعها وكل حاجه. نضفها لي وقطعها لي. دي راس زي ما هي، حلوه والله، فيها لحم وحلوه وجميله. انا بحب اعمل ايه بقى؟ بحب اعمل الراس دي مع الكرشه الضاني، مع الفشه، مع الكبده، ببصل وثوم وفلفل بس. ماما الله يرحمها ما كنا بنذبح، الله يرحمهم ويحسن اليهم، لما كانوا يذبحوا كان بقى ياخدوا، ده اسمه سقط الخروف، ده كان ياخدوه كله على بعضه يتنضف ويتغسل ويتنضف كويس. ونقعد بقى اول يوم الذبيح ده نعمل الكرشه دي، نعملها بالمنبار بتاع الخروف، نلفه عليها لوليو. بتبقى مش قادره اقول لكم، الله يرحمك يا تيتا والله. كانت برده لما كانوا يذبحوا يعملوها كانت بتبقى زي الفل. يبقى انا جبت الكوارع ب 150 القدمانيه الكبيره، ب 250 معلش انا اسفه، 250 القدمانيه الكبيره. جبت الممبار ب 130 جنيه. خدته منه ب 120، يعني النص جبته ب 60 جنيه. وجبت راس الخروف دي ب 90 جنيه كامله. هو يعني حتى ان هو صمتها قدامي. وجبت ايه تاني؟ اللهم صل على النبي. من اللي انا جبت منه الراس، جبت منه بقى الفشه بتاعه الخروف والكرشه بتاعه الخروف. معلش عنده كده كان خلص، انا رايحه متاخره، رايحه الساعه 1. كرشه الفشه زي ما هي شايفينها، ولا منفوخه ولا اي حاجه. جبت بكام الفشه دي؟ جبتها ب 50 جنيه. جبت الفشه دي بص انا خدتها هي والكرشه ب 80 جنيه. هو قال لي 100 والله 100 ومش عارفه ايه، قلت له لا هم 80 جنيه. ودي الكرشه بتاعتها برده هنضفها معاكم. دي كرشه الخروف برده زي ما هي، مش عايزه احطها على حاجه عشان دي برده مش نضيفه قوي. اهي زي ما هي هنضفها برده معاكم واوريكم بتنضف ازاي. الضاني بيتنضف بسرعه. وعايزه اقول لكم كرشه الضاني احلى من العجالي واحلى من الجملي. زي ما هي كده. خدت منه الكرشه والفشه، خدتهم ب 80 جنيه. يعني انا اديته 108، اديته 260 للكرشه والفشه والمنبار. الحاجات دي كلها جبتها بكام بقى؟ اللهم صل على النبي. الحاجات دي انا كنت رايحه ب 800 جنيه، رجعت ب 100. الحاجات دي كلها جايباها ب 700 جنيه، 750.
عشان انا كان معايا 50 فك. 750، قول 50 راحت مواصلات ومش عارفه ايه، يعني ب700 جنيه. ولسه في اللحمه، ربنا يرحمنا يا رب. وكل سنه وانتم طيبين، بس دي عاده ربنا ما يقطعها. حاجه غاليه الحاجه رخيصه بنضطر ان احنا نجيبها عشان ولادنا، وعشان دي عاده اتعودنا ان احنا طول عمرنا. يعني انا الله يرحمه اخويا كان بيذبح، فالسنه دي الحمد لله مش هيذبح. فاضطريت ان انا اجيب الحاجات دي. لكن لو محمد اخويا كان موجود او بابا الله يرحمه كانوا بيذبحوا، طبعا ما كنتش بجيب ولا كرشه ولا فشه، يعني كنت بجيب ممبار وكارع بس. اول مره من ساعه ما اتجوزت اجيب الفشه والكرشه والراس دي. الراس دي اللي يعني حرضتني عليها مروختي، ام رحمه قالت لي لا لازم هنجيب الراس دي يا منى، نفسي فيها ومش عارفه ايه. حتى ان كانت عايزه الكوارع بتاعه الخروف كمان تبقى معاهم، ما لقيتلهاش الصراحه، بس انا ما كنتش هجيبها، ملهاش لازمه عندي، يعني بحس ما فيهاش حاجه. فجبت اللي دي كانت مشتريات بسيطه، ودي الاسعار. طبعا لسه في اللحمه طبعا انا هجيبها وانا جايه من الشغل من المنفذ. والله العظيم طعمها كان تحفه، وانت شفت الشوربه امبارح كانت عامله ازاي. اللحمه وانا بشوحها بس ريحتها جايبه لاخر الدنيا. شفتوا انتوا ريحه اللحمه بتاعت زمان لما بتشوحوها وتنزل الميه بتاعتها وتشم ريحه اللحمه، واللي يبقى جاي بس من اول بيت يعرف ان انت بتسلقي لحمه، هي دي. والله بجيبها من الجزار ب 300 و 300 عايزه اقول لكم اشوحها ناشفه، ما بقى يعني يا دوبك لازم احط ماده دهنيه عشان اشوحها، واللي هي تحمر على طول واحط الميه بتاعتها. لا دي فضلت بتاع نص ساعه تبك الميه بتاعتها يعني تنزل ميتها منها فيها، وانا بسيبها بتشرب ميتها كلها بحط لها الميه ايه بتاعتها والتوابل وكده. فانا هجيب الصراحه، هجيب برضو مش هجيب كتير، انا هجيب 2 كيلو بس، وهجيب نص مفروم، لان الصراحه كده مش هيبقى معانا فلوس نعيد. يعني اللي انا جبتهم الحمد لله، لا والله الله اعظم بعزات الله والعظمه الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ودي كانت مشتريات بسيطه. ما تنسيش الاشتراك في القناه واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وانتظروني في فيديو تنظيف الكرشه وتنظيف الممبار. تنظيف الحاجه اللي انا جايباها دي انا ما بشيلش حاجه لما بتكون متنضفه. والنهارده بقى عندنا شغل كتير، شغل كتير طبعا. الشقه لو صورت لكم ما تشافش، انا شايله كل حاجه السجاد وكله، وببتدي اعمل في الحاجه. وكل سنه وانتم طيبين، ويجعل ايام مفترجه عليكم وعلى امه محمد. والسلام، مع السلامه حبايبي، مع السلامه.